رحل عن دنيانا مساء السبت الداعية القطري الشيخ الدكتور أحمد الحمادي رحمه الله، أستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة قطر، والذي عرف عنه التميز في ميادين التعليم والدعوة والعمل الخيري، كما كانت له مشاركات عديدة في برامج دينية مختلفة على وسائل الإعلام. وسجل عدد من الأكاديميين والدعاة على منصة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقاً حزنهم على وفاة الدكتور أحمد الحمادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ونشر الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين الدكتور علي القرد داغي على حسابه قائلاً: صاحبته منذ 40 سنة، فكان شقيق الروح وصديق الدرب ونعم الأخ، ودعته بقلب حزين ولا نقول إلا ما يرضي الله. إننا نحتسب العالم والداعية الشيخ الدكتور أحمد الحمادي رحمه الله، الذي فارقنا وترك خلفه إرثاً عظيماً يشهد بإخلاصه وتفانيه في الدعوة إلى الله والعمل الصالح. كان رجلاً مبجلاً وداعية متفانياً، حرص على أن تتطابق أخلاقه وأفعاله وأقواله مع مساعيه الطيبة في سبيل الخير. كانت بشاشته وتواضعه تبرز في كل تصرفاته وحركاته، وكانت الابتسامة المؤنسة تلازمه في كل حال رحمه الله. قدم مساهمات كبيرة في العمل الإنساني والاجتماعي والخيري، وترك بصمات في العمل الدعوي. إنا لله وإنا إليه راجعون.